اللواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية. النائب حسني كان قائد القوات الجوية، بيحترموه قوي في إسرائيل حقيقة يعني، لأنه الدرس كان موجع. فالبعد الاجتماعي عندنا عملية أساسية ومهمة جدا. لازم أعرف المواطن العادي هيتأثر بإيه. أهم نقطة عندي، لأن أشعر بشعوره، لأن المواطن العادي الغلبان ده لما أنا أرفع كده وأشيل الدعم هنا وأشيل هنا وأشيل هنا، وبص هو لا عارف ياكل ولا عارف يلبس ولا عارف يتعلم. يعني دلوقتي نقول عاوزين نشرب شاي ولا قهوه؟ هنلاقي دي شاي وفي قهوه. طب انا عاوز اشرب شاي. اصل انا بشرب من السكر. عزيز على الواحد يعني، وابني وعايش معايا وكان بيتألم من ظهره، وانا كنت رئيس جمهورية وهتسافر يعمل العملية. صعب عليا ان ابني راح يعمل عملية. اللي يقول كلمة للعالم لازم يبقى عارف تماما انها طلعة، فكل كلمة بقولها بحساب وبميزان من ذهب. اما كنت هتدي معنى مختلف ما اقولهاش. ما ان كل مواطن مصري على ارض هذا البلد انني لن اسمح تحت اي ظرف من الظروف ان يعتدى على شبر واحد من ارض مصر. مش هيعدي 24 ساعة الا لما اكون خدت حق بلدي بايدي فورا، وعند القدرة الكافية ان اقدر على هذا. كل دولة بتدور على مصالحها، وكل دولة لها سيادتها ولها كرامتها. احنا بنتعاون مع جميع دول امريكا وروسيا وفرنسا وكل دول العالم اللي لنا مصلحة في هذا، ولكن ما فيش حد بيمس السيادة. الدين المعاملة. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها: إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. إما كنتش هتحرك بسرعة وابني كهرباء كميات كبيرة، أصلح المرافق، أوجد محطات مية، نبني مساكن، نعمل طرق، نعمل تليفونات، نصلح السكة حديد اللي كانت خربانة، لن يكون هناك
الله.